السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد نصر، فيديو جديد من فيديوهات قناتنا. في شرح النهاردة هنتكلم عن أداة بروبرتي فايندر. ناس كتير قوي سألت عنها، فأنا هشرح النهاردة إزاي تتعامل معاها. هو الشرح سهل إن شاء الله، مش هتحتاجوا فيه أي حاجة. الحاجات اللي أنت محتاجها عشان خاطر تتعامل بأداة بروبرتي فايندر إن أنت يكون معاك العضوية بتاعت AMC أكاديمي. مش محتاج ان تكون الصلاحيه بتاعت النقط شغاله او حاجه. كل الفكره انك تقدر توصل للصفحه اللي قدامنا دي. طيب يلا ما ناخدش وقت كتير ونبدا ان احنا نشوف الشرح مع بعض. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا له شير عشان خاطر الناس اللي كانت بتسال عن الاداه تقدر توصل لها. في البدايه خالص، اول ما هندخل على الواجهه الرئيسيه بتاعت السلطان، هنروح لزرار الداونلود وهنبدأ ننزل أداة بروبرتي فايندر. هتلاقوها في الآخر خالص اسمها AMC بروبرتي فايندر. هندوس على زرار الداونلود، هيبدأ إن الأداة نفسها تنزل. هنفتح الرار كده، هيبدأ يفتح لنا الأداة زي ما احنا شايفين. طيب أعمل إيه بعد كده؟ هروح لكلمة باسورد دي وآخد الباسورد كوبي. بعد كده هنزل الكلام ده كله أهو، وآخدها وأحطها في أي فولدر أو على سطح المكتب زي ما احنا. بعد كده هيقول لي دخل الباسورد. هبدأ ان انا احط الباسورد اللي انا خدته كوبي من الصفحة. هبدأ اعمل له بيست وهدوس اوكي. هيبدأ يطلع لي الأداة على سطح المكتب زي ما هنشوف حالا. اهي الأداة نزلت بالفعل. طيب انا مش عايز حاجة من الملف المضغوط ده تاني كده. هبدأ ادوس على الأداة مرتين، هيبدأ يفتح لي الأداة. اول حاجه هتظهر لي الصفحه اللي قدامنا ديت او الشاشه اللي قدامنا ديت، بيقول لي دخل الايميل بتاع العضويه بتاعتك والباسورد بتاع العضويه بتاعتك. هتدخل الاثنين دول وبعدين تدوس لوجن. هيبدا يظهر لي الشاشه الثانيه ديت، ودي لازم نعمل فيها ابديت عشان خاطر يكون كل المتصفحات اللي عندنا على اخر اصدار. طبعا هو احنا عندنا 3 متصفحات احنا عاملينهم عشان لو حد بيحب يشتغل بكروم او ايدج او فايرفوكس على حسب ما تحب. ابديت ديت مجرد ما نورت تاني كده معناها ان خلاص ال3 براوزر عملوا ابديت. انا هبدا اختار البراوزر اللي بفضله وليكن كروم، وهدوس سيلكت براوزر اند جو. طيب يبدا يفتح عندي الاداه زي ما احنا شايفين كده، وهيفتح كمان صفحه جوجل كروم. الصفحه دي هيفتح فيها هو اوتوماتيك بروبرتي فايندر. طيب احنا لو خدنا بالنا ان بروبرتي فايندر المفتوحه ديت مش بتاعت مصر. لو رجعت للاداه كده هتلاقيها بتاعت المغرب. طب انا عايزها بتاعت مصر، هدوس هنا واختار مصر. طب انا عايزها بتاعت الامارات، هختار الامارات، بحرين، قطر، لبنان، السعوديه، زي ما انا حابب اختار. انا هختار مصر نجرب عليها. هتلاقوها اوتوماتيك في الخلفيه اهي، ابتدت تحمل واتغيرت لبقت مصر. طيب هبدأ أدور على الحاجة اللي أنا عايز أعمل استخراج للناس اللي عاملة فيها. وليكن خلينا نجرب مع بعض مثلا إن إحنا عايزين ندور في مدينة التجمع الخامس. زي ما إحنا ظاهرة التجمع الخامس. خلينا نقول نوع العقار وليكن فيلا. طبعا أنا بحدد كل الاختيارات اللي أنا عايزها، مش شرط اللي أنا كاتبه دوت. انت بتشوف اللي انت عايزه وبتبدا تحط الاختيارات بتاعتك، وبعد كده هتدوس على علامه السيرش او العدسه دي عشان تعمل السيرش. عمل سيرش بالفعل اهو، بيقول لي ان في آه، للسيرش بتاعك فيه 3937 وفي حاجات كتير. كل اللي انا هعمله هنا هاخد اللينك بتاع السيرش بتاعي ده واروح للاداه نفسها احط اللينك كده زي ما احنا شايفين. طب وبعدين هدوس على زرار السيرش. هيبدأ هو اوتوماتيك في الخلفية زي ما احنا شايفين شغال، وهيبدأ يفتح لي صفحة تاني هنشوف مع بعض دلوقتي. اهو ابتدى يفتح الصفحة التانية عشان خاطر يبدأ يجيب لي النتائج في الصفحة دي او في الشاشة دي. زي ما احنا شايفين ابتدى يخرج اهو النتائج. انا لو سبته طبعا هيفضل يعد اكتر من كده بكتير، بس احنا عشان مدة الفيديو ما تطولش هنعمل ستوب. مجرد ما عملت ستوب الشاشة اللي كان بيعد فيها قفلت. طب هو طلع ايه؟
ابتدى يطلع ككانتري الدولة اللي أنا بعمل سيرش فيها. التايتل اللي هو العنوان بتاع الإعلان نفسه، يعني فيلا متشطبة بمقدم كذا وتستلم في كذا. طيب ايه تاني؟ الموبايل بتاع اللي حاطط الاعلان، التايب بتاعها فيلا. البيدرومز بيقول لك ازيد من خمسه، خمسه زائد غرفه خدامه، أربعة زائد غرفة خدامة، أربعة أربعة خمسة. طب كم حمام؟ كل التفاصيل اللي موجودة في الإعلان هتطلع لك، حتى السعر، حتى كام المساحة، كل حاجة تقريبا هتلاقيها موجودة، حتى اللينك بتاعها. طب أنا عايز أسيف الكلام دوت، هروح لسيف ريزلت وهبدأ إن أنا أختار الصيغة اللي أنا عايز أسيف بيها، سواء إكسل أو تكست، وأبدأ إن أنا أسيفها عادي خالص. طيب في أي حاجة تانية هنا؟ لا، الليميت دوت إن هو يطلع كمية قد إيه، وبعد كده ياخد بريك عشان خاطر ما تاخدش أصلا أو الموقع يشوف إن أنت سبام. طبعا 100 كويس جدا. أنت تسيبه شغال زي ما أنت عايز، هيبدأ يطلع لك النتائج كلها حتى لو هي بالآلافات، ما فيهوش أدنى مشكلة. بس كده لحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو. كان معاكم أحمد نصر، أشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.